اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله بانفلت، السلسله اللي بنبسط فيها الادويه بشكل سريع وعملي ومن غير اي تعقيد. وفي كل حلقه بنتعرف على اسم الدواء، الماده الفعاله، دواء الاستعمال والجرعه واهم البدائل بنفس الماده الفعاله، بحيث تقدر تراجع اي دواء بسهوله وفي اقل من دقيقه. وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن اهم الادويه اللي بتبدا بحرف الار. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. اول صنف معانا وهو الرو اكيوتان، وده بينزل بتركيز ال 10 وال 20 مللي جرام. الماده الفعاله هي الايزوتريتينوين، وده بيستخدم لعلاج حب الشباب الشديد، علاج الحبوب الكبيره والملتهبه. بيستخدم لما الكريمات والمضادات الحيويه ما تنجحش في علاج حب الشباب، وبيقلل افراز الدهون في البشره وبيمنع ظهور حبوب جديده. والجرعه المعتاده بتكون نص مللي جرام لكل كيلو جرام من الوزن يوميا، وممكن نزودها لحد 1 مللي جرام لكل كيلو جرام من الوزن يوميا حسب استجابه المريض. ومده العلاج غالبا بتكون من 16 ل 24 اسبوع لحد ما نوصل للجرعه التراكميه المناسبه. وخد بالك ممنوع استخدامه اثناء الحمل او التخطيط للحمل، ممكن يسبب جفاف في الجلد والشفه والعين. لازم نتابع وظائف الكبد ودهون الدم اثناء العلاج، ويتاخد مع الاكل عشان نزود امتصاصه. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هو الروا اكيوتريكس. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريجي ماكس، وده بينزل تركيز ال 120 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاورليستات، وده بيستخدم للمساعده على انقاص الوزن، علاج السمنه وزياده الوزن، تقليل امتصاص الدهون من الطعام، وبيساعد على الحفاظ على الوزن بعد فقدانه مع اتباع نظام غذائي. والجرعه المعتاده بتكون 120 مللي جرام 3 مرات في اليوم مع الوجبات الرئيسيه اللي بتحتوي على دهون، او خلال ساعه بعد الوجبه. وخد بالك لو عدينا الوجبه او كانت الوجبه ما فيهاش دهون نتخطى الجرعه. وخد بالك انه لازم يتاخد مع وجبه بتحتوي على دهون، ممكن يسبب اسهال او براز دهني. يفضل ان احنا ناخد فيتامينات الاي والدي والاي والكي قبل النوم او بعد الجرعه بساعتين. في النظام الغذائي بتاعنا لازم نقلل الدهون عشان نقلل الاثار الجانبيه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الروتاسي، وده بينزل بتركيزات 160 على 60 مللي جرام. الماده الفعاله هي الروتين مع الفيتامين سي، وده بيستخدم لتقويه الشعيرات الدمويه، تقليل الكدمات وسهوله النزيف، علاج ضعف الاورده والدوالي، والمساعده في علاج البواسير. والجرعه المعتاده بتكون قرص من مرتين لثلاث مرات يوميا بعد الاكل او حسب ارشادات الطبيب. وخد بالك يفضل ان احنا ناخده بعد الاكل، ما بيستخدمش في حاله الحساسيه لاي مكون من مكوناته، وما بنتجاوزش الجرعه الموصى بها. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الروتين سي. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريكوكس برايت، وده بينزل بتركيزات ال 60 وال 90 وال 120 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاتروكوكسيب، وده بيستخدم لعلاج الالام والتهابات المفاصل، علاج نوبات النقرس الحاده، تخفيف الم الظهر والعضلات، تسكين الالم بعد العمليات او خلع الاسنان. والجرعه بالنسبه لخشونه المفاصل بتكون 60 مللي جرام مره يوميا. اما التهاب المفاصل الروماتويدي فبتكون 90 مللي جرام مره يوميا. والنقرس الحاد او الالم الحاد بيكون 120 مللي جرام مره واحده يوميا لمده ما تزيدش عن 8 ايام. وخد بالك يستخدم باقل جرعه والاقصر مده ممكنه. يستخدم بحذر في مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، ممكن يسبب قرحه او نزيف في المعده. ما بيستخدمش مع مضادات الالتهاب الثانيه من عيله الانسيدز. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الروكوكسار، ريكوكسيترو، وريكوكسيتيب، وريالوكوكس ستار، والروماكسيماب، والروكاريك. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريوما ماكس، وده بينزل بتركيز ال 100 وال 200 و 400 مللي جرام. الماده الفعاله هي السيلوكوكسيب، ودي بتستخدم لعلاج الالام والتهابات المفاصل، علاج الروماتويد، تخفيف الم الظهر والعضلات، علاج الالم الحاد والام الدوره الشهريه. والجرعه بالنسبه لخشونه المفاصل بتكون 200 مللي جرام مره يوميا. اما الروماتويد فبيكون من 100 ل 200 مللي جرام مرتين في اليوم. اما في الالم الحاد او الام الدوره الشهريه فبيكون 400 مللي جرام كجرعه اولى، وبعد كده بنكمل 200 مللي جرام لو لازم الامر في اليوم الاول، وبعدها 200 مللي جرام مرتين يوميا عند الحاجه. وخد بالك يستخدم باقل جرعه والاقصر مده ممكنه، ويستخدم بحذر مع مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، ممكن يسبب قرحه او نزيف في المعده. وما بيستخدمش مع مضادات الالتهاب الثانيه من عيله الانسيدز. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرابيدوس، وده بينزل بتركيز ال 50 مللي جرام. الماده الفعاله هي ديكلوفيناك بوتاسيوم، وده بيستخدم لتسكين الالم، علاج التهاب والام المفاصل، علاج الام الاسنان والعضلات، علاج الصداع والام الدوره الشهريه. وجرعه معتاده بتكون 50 مللي جرام مرتين الى 3 مرات يوميا بعد الاكل، بحد اقصى 150 مللي جرام يوميا. ويتاخد بعد الاكل عشان نقلل تهيج المعده، ممكن يسبب قرحه ونزيف في المعده. يستخدم بحذر مع مرضى القلب والكلى. ما بيستخدمش مع مضادات الالتهاب الثانيه من عيله الانسيدز. واما البدائل بنفس الماده الفعاله هي الرابي فلام. نروح للصنف اللي بعد كده وهو ريو مارين، وده بينزل بتركيزات ال 25 و 50 مللي جرام. الماده الفعاله هي ديكلوفيناك صوديوم، ودي بتستخدم لتسكين الالم، علاج التهاب والام المفاصل، علاج الام الظهر والعضلات، علاج التورم والالتهابات بعد الاصابات او العمليات. والجرعه المعتاده بتكون 50 مللي جرام مرتين الى 3 مرات يوميا بعد الاكل، بحد اقصى 150 مللي جرام يوميا. ويتاخد بعد الاكل عشان نقلل تهيج المعده، ممكن يسبب قرحه او نزيف في المعده. يستخدم بحذر مع مرضى القلب والكلى، وما بيستخدمش مع مضادات الالتهاب الثانيه من عيله الانسيدز. واما البدائل بنفس الماده الفعاله هي روما كويك. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الروكسوجيسيك، وده بينزل بتركيزات ال 60 مللي جرام. الماده الفعاله هي اللوكسوبروفين، وده بيستخدم لتسكين الالم، علاج الام المفاصل والعضلات، علاج الام الاسنان والظهر، خفض الحراره وتخفيف الالتهاب. والجرعه المعتاده بتكون 60 مللي جرام 3 مرات يوميا بعد الاكل، وممكن نقللها حسب استجابه المريض. خد بالك يتاخد بعد الاكل عشان نقلل تهيج المعده، ممكن يسبب قرحه او نزيف في المعده. يستخدم بحذر مع مرضى القلب والكلى، وما بيستخدمش مع مضادات الالتهاب الثانيه. واما البدائل بنفس الماده الفعاله هي الروفنديوم والروكسونين.
نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريلاكس، وده بيحتوي على البارستامول مضاف عليها ماده الكلورزوكزازون، وده بيستخدم لعلاج شد وتقلصات العضلات، تخفيف الام العضلات والمفاصل، علاج الم الظهر والرقبه، علاج الالتواءات والاصابات العضليه. والجرعه المعتاده بتكون من كبسوله لكبسولتين 3 مرات يوميا بعد الاكل، وخد بالك ممكن يسبب نعاس او دوخه، لازم يتاخد بعد الاكل، ما نتجاوزش الجرعه اليوميه من البارستامول، ويستخدم بحذر في مرضى الكبد. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي ريليكسي جيد وريلاكسون. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريلاترولين، وده بينزل بتركيز ال 25 مللي جرام. الماده الفعاله هي الدانترولين، وده بيستخدم لعلاج تقلصات وشنجات العضلات الشديده، علاج الشد العضلي الناتج عن اصابات الحبل الشوكي او الجلطات، علاج الشل الدماغي والتصلب المتعدد، وكمان علاج حاله المالجنانت هايبرثيرميا. والجرعه بالنسبه لتشنجات العضلات بنبدا ب 25 مللي جرام مره يوميا، وبعد كده بنزود الجرعه بالتدريج حسب استجابه المريض لحد 100 مللي جرام من 3 ل 4 مرات يوميا حسب وصف الطبيب. وخد بالك ممكن يسبب النعاس والدوخه، ممكن ياثر على وظائف الكبد خصوصا مع الاستخدام الطويل، يستخدم بحذر في مرضى الكبد، وما نوقفش الدواء فجاه بدون استشاره طبيه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريباريل، وده بينزل بتركيزات 40 مللي جرام. الماده الفعاله هي الايسن، وده بيستخدم لعلاج الكدمات والتورم، تقليل الالتهاب وتجمع السوائل بعد الاصابات او العمليات، علاج الدوالي وضعف الاورده، المساعده في علاج البواسير. والجرعه المعتاده بتكون قرص 3 مرات يوميا بعد الاكل، وممكن نقللها لحد قرص مرتين يوميا بعد تحسن الحاله. وخد بالك يتاخد بعد الاكل، يستخدم بحذر في مرضى الكلى، ما بيستخدمش لو في حساسيه تجاه الدواء، ويفضل الاكثار من شرب الميه اثناء العلاج. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرينو برو، وده بيحتوي على الكاربينوكسامين مع الفينايل افرين، وده بيستخدم لعلاج احتقان الانف، تخفيف اعراض نزلات البرد، علاج حساسيه الانف والعطس، تقليل رشح الانف ودموع العين. وجرعه معتاده بتكون كبسوله واحده كل 12 ساعه يوميا او حسب ارشادات الطبيب. خد بالك ممكن يسبب النعاس، يستخدم بحذر في مرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب، لازم نتجنب تناوله مع ادويه البرد الثانيه، ما يستخدمش مع الادويه من عيله الماو انهبيتورز. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الراوكول، وده بيحتوي على الالفا بينين، بيتا بينين، البورينول، الكامفين، السينول، الميثول والمنسون، وده بيستخدم للمساعده في اذابه حصوات المراره الصغيره، تحسين تدفق العصاره الصفراويه، تخفيف اعراض التهاب المراره، وتقليل المغص المراري. الجرعه بتكون كبسوله لكبسولتين 3 مرات يوميا قبل الاكل بنص ساعه او حسب ارشادات الطبيب. وخد بالك ما بيستخدمش في حاله انسداد القنوات المريه، بيستخدم بحذر في مرضى الكبد، ممكن يسبب اضطرابات خفيفه في المعده. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الروتينكس، وده بيحتوي على الانيثول، بولينول، كامفين، سينول، ايثافيرين، وفينشون والبينين، وده بيستخدم للمساعده في طرد حصوات الكلى والحالب الصغيره، تخفيف المغص الكلوي، تقليل تقلصات المسالك البوليه، والمساعده في تحسين تدفق البول. والجرعه برضه بتكون من كبسوله لكبسولتين 3 مرات يوميا قبل الاكل او حسب ارشادات الطبيب. وخد بالك يتاخد قبل الاكل بنص ساعه، ينصح بالاكثار من شرب الميه، ما بيستخدمش في حاله الانسداد الكامل للمسالك البوليه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريني، وده بيحتوي على الكالسيوم كربونات والمغنيسيوم كربونات، وبيستخدم لعلاج حموضه المعده، تخفيف حرقه المعده، علاج عسر الهضم، تقليل ارتجاع الحمض للمريء. والجرعه بتكون من قرص لقرصين مدخ عند اللزوم من 3 الى 4 مرات يوميا عادي. وخد بالك ان احنا بنمضغه مش بنبلعه على طول، بنسيب فاصل ساعتين بينه وبين اي دواء تاني، يستخدم بحذر في مرضى الكلى، وما بيستخدمش لفترات طويله دون استشاره طبيه. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الرين مارك. نوع الصنف اللي بعد كده وهو الريفلوتينال، وده بينزل بتركيزات 40 مللي جرام. الماده الفعاله هي الايزوبرازول، وده بيستخدم لعلاج الحموضه وارتجاع المريء، علاج قرحه المعده والاثنى عشر، الوقايه من قرحه المعده الناتجه عن المسكنات، بيدخل ضمن علاج جرثومه المعده مع المضادات الحيويه. الجرعه المعتاده بتكون من 20 ل 40 مللي جرام مره واحده يوميا قبل الاكل، وخد بالك يتاخد قبل الاكل بنص ساعه الى ساعه، ما بنكسرش او نمضغ الكبسوله، ممكن يقلل امتصاص فيتامين B12 عند الاستخدام الطويل، وما بيستخدمش لفترات طويله الا بتوجيه طبي. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الرازو بامب. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريبابراكيل، وده بينزل بتركيز 20 مللي جرام. الماده الفعاله هي رابيبرازول صوديوم، وده بيستخدم لعلاج الحموضه وارتجاع المريء، علاج قرحه المعده والاثنى عشر، الوقايه من قرحه المعده الناتجه عن المسكنات، بيدخل ضمن علاج جرثومه المعده مع المضادات الحيويه. والجرعه المعتاده بتكون 20 مللي جرام مره واحده يوميا قبل الاكل، وخد بالك يتاخد قبل الاكل بنص ساعه الى ساعه، وما بنكسرش او نمضغ القرص، ممكن يقلل امتصاص فيتامين B12 لما نستخدمه لفترات طويله، وما بيستخدمش لفترات طويله الا بتوجيه طبي. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الرابيزول، رابيجيرد، رابي سيد والرابيبرازول. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرايزك، وده بينزل بتركيزات ال 20 وال 40 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاوميبرازول، وده بيستخدم لعلاج الحموضه وارتجاع المريء، علاج قرحه المعده والاثنى عشر، الوقايه من قرحه المعده الناتجه عن المسكنات، وبيدخل ضمن علاج جرثومه المعده مع المضادات الحيويه. والجرعه المعتاده بتكون من 20 ل 40 مللي جرام مره واحده يوميا قبل الاكل، خد بالك يتاخد قبل الاكل بنص ساعه الى ساعه، ما نفتحش ونمضغ الكبسوله، ممكن يقلل امتصاص فيتامين B12 لما نستخدمه لفترات طويله، وهو ما بيستخدمش لفترات طويله الا بتوجيه طبي. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرازانبت، وده بينزل بتركيز ال 10 وال 20 مللي جرام. الماده الفعاله هي الفونوبرازان، وده بيستخدم لعلاج الحموضه وارتجاع المريء، علاج قرحه المعده والاثنى عشر، بيدخل ضمن علاج جرثومه المعده مع المضادات الحيويه، والوقايه من قرحه المعده الناتجه عن المسكنات. والجرعه المعتاده بتكون من 10 ل 20 مللي جرام مره واحده يوميا حسب الحاله وتوجيه الطبيب، وده ممكن يتاخد قبل الاكل او بعد الاكل عادي.
بس لازم يتاخد في نفس الميعاد يوميا، ما نكسرش او نمضغ الاقراص، بيستخدم بحذر في مرضى الكبد، وما بيستخدمش لفترات طويله الا بتوجيه طبي. واما البدائل بنفس الماده الفعاله هي الريفلوكسيلوك. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الروزيتور، وده بينزل تركيزات الخمسة والعشرة وال20 مللي جرام. المادة الفعالة هي الروزوفاستاتين، وده بيستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول، خفض الدهون الثلاثية، زيادة الكوليسترول النافع ال HDL، الوقاية من أمراض القلب والجلطات. وجرعة معتادة بتكون من 5 ل 20 مللي جرام مرة واحدة يوميا، ممكن نزودها لحد 40 مللي جرام حسب الحالة وتوجيه الطبيب. وطبعا يستخدم بحذر في مرضى الكبد، ممكن يسبب ألم أو ضعف في العضلات، لازم نعمل تحليل وظائف كبد قبل وأثناء العلاج، وممنوع استخدامه أثناء الحمل والرضاعة. وأما البدائل بنفس المادة الفعالة هي الروزوموب، روزوفاست، روزو كوليست، وكمان الروزو ليبيد. نروح للصنف اللي بعد كده وهو ريفاروس باير، وده بينزل بتركيز ال 2.5 وال10 وال15 وال20 مللي جرام. الماده الفعاله هي ريفاروكسيبان، ودي بتستخدم للوقايه من تكوين الجلطات، علاج جلطات الاورده العميقه والانسداد الرئوي، الوقايه من السكته الدماغيه في مرضى الركبان الاذيني، والوقايه من الجلطات بعد جراحات استبدال مفصل الركبه او الورك. الجرعه طبعا بتكون تحت الاشراف الطبي بس. في حالات الركبان الاذيني بتكون 20 مللي جرام مره واحده يوميا مع الاكل، وجلطات الاورده العميقه والانسداد الرئوي بتكون 15 مللي جرام مرتين يوميا لمده 21 يوم، وبعد كده 20 مللي جرام مره واحده يوميا مع الطعام. اما الوقايه بعد جراحه استبدال الركبه او الورك فبتكون 10 مللي جرام مره واحده يوميا، والوقايه من الجلطات القلبيه والدماغيه مع الاسبرين بتكون 2.5 مللي جرام مرتين يوميا. خد بالك ما بنوقفش الدواء بدون استشاره طبيه، ممكن يزود خطر النزيف. الجرعات العاليه تتاخد مع الاكل، لازم تبلغ طبيبك قبل اي عمليه او خلع للاسنان. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله الريباتوكسبان، ريفا بيداكس، والريفا فلوفا، والريفاكزاريلت، والريفيسكو. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريشكور، وده بينزل بتركيزات الخمسة وال10 مللي جرام. المادة الفعالة هي الأملوديبين، وده بيستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، علاج الذبحة الصدرية، تحسين تدفق الدم وتقليل ألم الصدر، الوقاية من نوبات الذبحة الصدرية. وجرعة معتادة بتكون 5 مللي جرام مرة واحدة يوميا، ممكن تزيد لحد 10 مللي جرام مرة واحدة يوميا حسب استجابة المريض. خد بالك إنه ممكن يسبب تورم في القدمين أو الدوخة، يستخدم بحذر في مرضى الكبد، ما نوقفش الدواء فجأة بدون استشارة طبية، ممكن ناخده مع أو بدون الطعام عادي. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الراندل، وده بينزل بتركيزات ال10 وال20 مللي جرام. الماده الفعاله هي النيكوراندل، وده بيستخدم لعلاج الذبحه الصدريه المزمنه، تقليل الم الصدر الناتج عن نقص وصول الدم للقلب، بيستخدم لما ادويه الذبحه الثانيه ما تكونش كفايه او تكون ضعيفه. والجرعه المعتاده بتكون 10 مللي جرام مرتين يوميا، ممكن تزيد لحد 20 مللي جرام مرتين يوميا حسب استجابه المريض. خد بالك ممكن يسبب الصداع والدوخه خصوصا في بدايه العلاج، ممكن يسبب انخفاض في ضغط الدم، ما بيستخدمش مع ادويه ضعف الانصاب زي السيدنافيل، ما بنوقفش الدواء فجاه بدون استشاره طبيه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريتمي نورم، وده بينزل بتركيزات 150 مللي جرام. الماده الفعاله هي البروبافينون، وده بيساهم لعلاج اضطراب ضربات القلب، علاج الركبان الاذيني، علاج الرفرفه الاذينيه، وعلاج بعض حالات تسارع ضربات القلب. وجرعه معتاده بتكون 150 مللي جرام كل 8 ساعات، وممكن نزودها بالتدريج لحد 300 مللي جرام كل 8 ساعات او حسب استجابه المريض. وخد بالك ممكن يسبب الدوخه وبطء ضربات القلب، يستخدم تحت اشراف طبي مع متابعه رسم القلب، ويستخدم بحذر في مرضى القلب والكبد، وما بنوقفش ده فجاه بدون استشاره طبيه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرويال سترايد، وده بينزل بتركيزات ال 5 مللي جرام. الماده الفعاله هي الفينا سترايد، وده بيستخدم لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تحسين تدفق البول وتقليل صعوبه التبول، تقليل الحاجه للجراحه في بعض حالات تضخم البروستاتا، وبيستخدم بتركيزات اقل لعلاج تساقط الشعر الوراثي عند الرجاله. والجرعه في حالات تضخم البروستاتا بتكون 5 مللي جرام مره واحده يوميا، اما تساقط الشعر الوراثي فبتكون 1 مللي جرام مره واحده يوميا. طبعا ممنوع استخدامه للستات اثناء الحمل، ممكن يسبب انخفاض الرغبه او ضعف الانصاب، بنستخدمه كذا شهر عشان يظهر تاثيره الكامل، وبيستخدم بنظام وما نوقفش دون استشاره طبيه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريسبنزو، وده بينزل بتركيزات 600 مللي جرام. الماده الفعاله هي لينزوليد، وده بيستخدم لعلاج التهابات البكتيريا الشديده، علاج الالتهاب الرئوي، علاج التهابات الجلد والانسجه الرخوه، علاج البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه زي المرسى. والجرعه المعتاده بتكون 600 مللي جرام كل 12 ساعه لمده 10 الى 14 يوم حسب نوع العدوى. وخد بالك يستخدم بس بوصفه طبيه، ممكن يسبب انخفاض في عدد الصفائح الدمويه مع الاستخدام الطويل، لازم نتجنب الاطعمه الغنيه بالتيرامين زي الجبن المعتق او القديم، ولازم نبلغ الطبيب بكل الادويه اللي بناخدها عشان نتجنب التدخلات الدوائيه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الروفاك، وده بينزل تركيزات ال1.5 وال3 مليون وحده. والماده الفعاله هي السبيرامايسين، ده بيستخدم لعلاج التهابات الحلق واللوز، علاج التهاب الاسنان واللثه، علاج التهابات الجهاز التنفسي، وبيستخدم للعلاج او الوقايه من التوكسوبلازموزس اثناء الحمل حسب توجيه الطبيب او ده القطط يعني. والجرعه المعتاده للبالغين بتكون من 6 ل 9 مليون وحده دوليه يوميا، متقسمه على جرعتين او 3 جرعات، ولازم نكمل مده العلاج كامله حسب وصف الطبيب، ويستخدم بحذر في مرضى الكبد وما بيستخدمش في العدوى الفيروسيه. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الروفامايسين والروفابيكس.
نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرنسيف، وده بينزل بتركيزات ال 500 مللي جرام. الماده الفعاله هي السيبروفلوكساسين، وده بيستخدم لعلاج التهابات المسالك البوليه، علاج التهابات الجهاز التنفسي، علاج التهابات الجلد والانسجه، علاج بعض انواع العدوى البكتيريه. والجرعه المعتاده بتكون من 500 ل 750 مللي جرام كل 12 ساعه حسب نوع وشده العدوى. وخد بالك يتاخد مع كميه كافيه من الميه، لازم نتجنب ناخده مع الالبان او مضادات الحموضه في نفس الوقت، ممكن يسبب التهاب او تمزق في الاوتار، ولازم نكمل مده العلاج كامله. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرويا فلوكساسين، وده بينزل بتركيزات ال 500 مللي جرام. الماده الفعاله هي الليفوفلوكساسين، وده بيستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، علاج التهاب المسالك البوليه، علاج التهابات الجلد والانسجه، علاج بعض انواع العدوى البكتيريه. والجرعه المعتاده بتكون من 500 ل 750 مللي جرام مره واحده يوميا حسب نوع وشده العدوى، ويتاخد مع كميه كافيه من الميه، لازم نتجنب ناخده مع مضادات الحموضه او الحديد او الكالسيوم في نفس الوقت، ممكن يسبب التهاب او تمزق في الاوتار، ولازم نكمل مده العلاج كامله. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الريسبيفلوكس، بس ده بتركيز 750 مللي جرام، فخد بالك. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الراسبيلوسين، وده بينزل بتركيز 400 مللي جرام. الماده الفعاله هي الموكسيفلوكساسين، وده بيستخدم لعلاج التهاب الجهاز التنفسي، علاج التهاب الجيوب الانفيه، علاج التهاب الرئوي، وعلاج بعض انواع العدوى البكتيريه. والجرعه المعتاده بتكون 400 مللي جرام مره واحده يوميا لمده 5 الى 14 يوم حسب نوع العدوى، ويتاخد مع كميه كافيه من الميه، ممكن يسبب التهاب او تمزق في الاوتار، ممكن ياثر على نظام ضربات القلب، ولازم نكمل مده العلاج كامله. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي الرايتي فلوكس والرواموكسيفلوكس. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الراميكسول، وده بينزل بتركيز الربع والواحد مللي جرام. الماده الفعاله هي البراميبيكسول، وده بيستخدم لعلاج مرض باركنسون، علاج ريستلس ليك سندروم او متلازمه تململ الساقين، وتقليل الرشا وتيبس العضلات، وتحسين الحركه في مرض شلل الرعاش. والجرعه بالنسبه لمريض شلل الرعاش بنبدا ب 125 من 1000 مللي جرام 3 مرات يوميا، وبعد كده بنزود الجرعه بالتدريج حسب استجابه المريض. واما بالنسبه لمتلازمه تململ الساقين فبتكون الجرعه 125 من 1000 مللي جرام مره واحده يوميا قبل النوم بساعتين الى 3 ساعات، وممكن تزيد الجرعه بالتدريج حتى نص مللي جرام يوميا. وخد بالك انه ممكن يسبب النعاس او الدوخه، ممكن يسبب هبوط في ضغط الدم عند الوقوف، ما بنوقفش الدواء فجاه، ويستخدم بحذر في مرضى الكلى. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الرانكزابين، وده بينزل بتركيزات ال 5 وال 10 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاولانزابين، وده بيستخدم لعلاج الفصام، علاج اضطراب ثنائي القطب، السيطره على نوبات الهوس، وبيستخدم احيانا مع ادويه ثانيه لعلاج الاكتئاب. وجرعه معتاده بتكون من 5 ل 10 مللي جرام مره واحده يوميا، ممكن تزيد بالتدريج لحد 20 مللي جرام يوميا حسب استجابه المريض. خد بالك ممكن يسبب النعاس وزياده الوزن، ممكن يرفع مستوى السكر والدهون في الدم، ما نوقفش دواء فجاه، ويستخدم بحذر في كبار السن ومرضى الكبد. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريسكيور، وده بينزل بتركيز الواحد والاثنين والاربعه مللي جرام. الماده الفعاله هي الريسبيريدون، وده بيستخدم لعلاج الفصام، علاج اضطراب ثنائي القطب، علاج التهيج المصاحب لاضطراب طيف التوحد، وعاده الجرعه بتبدا ب1 مللي جرام يوميا، وبعد كده بتزيد بالتدريج حسب استجابه المريض. والجرعه المعتاده بتكون من 2 ل 6 مللي جرام يوميا. خد بالك ممكن يسبب نعاس او دوخه، ممكن يؤدي لزياده الوزن وارتفاع هرمون البرولاكتين، وما بنوقفش الدواء فجاه الا بتعليمات الطبيب. واما البدائل بنفس الماده الفعاله هي الريزدال، الريزبادكس، والريسبريدال. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الريميرون، وده بينزل بتركيز 30 مللي جرام. الماده الفعاله هي الميرتازابين، وده بيستخدم لعلاج الاكتئاب، تحسين اضطراب النوم المصاحب للاكتئاب، وبيساعد على تحسين الشهيه وزياده الوزن في بعض المرضى. وجرعه البدايه بتكون 15 مللي جرام مره واحده يوميا قبل النوم، وبعد كده بنزود الجرعه بالتدريج حسب استجابه المريض. الجرعه المعتاده بتكون ما بين 15 ل 45 مللي جرام مره يوميا، والحد الاقصى بيكون 45 مللي جرام يوميا. خد بالك ممكن يسبب النعاس وزياده الشهيه والوزن، يفضل ناخده مساء وما نوقفوش فجاه الا بتعليمات الطبيب. واما البدائل بنفس الماده الفعاله هي الراميزابين والرابيزابين. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من سلسله بامفلت. اتكلمنا عن اهم الادويه اللي بتبدا بحرف الار، وعرفنا الماده الفعاله ودواعي الاستعمال والجرعات واهم البدائل بشكل سريع وبسيط. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان البي دي اف الكامل الخاص بالحلقه هينزل على قناه التليجرام، لينك التليجرام هتلاقوه تحت في الديسكربشن. وفي النهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.